مبارك كان بيقرا التقارير اللي انتوا بتدوها له؟ يعني طبعا. احنا نعرف مثلا انه عبد الناصر كان يقرا كتير. لا انا هقول لك تعمل نعرف السادات ما كانش بيحب القرايه. هقول لك انا. مبارك كان ايه؟ اوكي شوف، في ايام انا مصطفى الفقي، وجي بعديه رضا شحاته، وجي بعد كده سامح شكري، وجي بعد كده مجدي عبد الفتاح، وبعدين جه سليمان عواد. انت بتخش معاك البوسطه كلها ملخصها، وبتقول له يا فندم موضوع كذا بتاع عمرو اديب كذا، موضوع محمد مصطفى شردي كذا، موضوع العلاقه مع الاردن كذا، موضوع القمه اللي جاي كذا. ملخص الصبح. يسمع، الا اذا قال لك في حاجه معينه وريني. عايز مزيد. ما كانش عايز يقرا الورقه كلها. وبيجي لنا كل يوم طبعا تقرير من المخابرات العامه، وتقرير من المخابرات الحربيه، وتقرير من انت اللي بتعمل له البريف يعني. بتعرضهم عليه. انما هو ما كانش بس على فكره برضه عشان اكون اونست، ما كانش حد واحد بيحتكر ودنه، وكان بيقلق يعني. هو شكاك كتير. انا عارف المعلومه دي. يسمع ويرفع سماعه ويتصل مباشره بشخص يكلم الناس ويتابع. كان بيبدا شغله الساعه كام يعني؟ لا بدري. التقرير ده كنت بتقدمه له امتى؟ بدري يعني، كان لازم اكون هناك الساعه 8. انا بدري بشكل مزعج جدا. لا هو الشغل معاه مرهق للغايه. تمام. يعني انا تعبت الحقيقه ال8 سنين اللي قعدتهم حقيقي. طب اجهاد صحي. كان بياخد قرارات بناء على التقارير دي ولا كان بيستشير؟ ما ياخدش قرار بسرعه ابدا. هو بيسمع وبيسمع من ناس ثانيه. قراره بطيء جدا. قرارات جدا. كم قرار؟ عارفه زي الاسيويين، عارف الصيني. ايوه. والحقيقه اللي ما تعرفش تحت جلده ايه. كان يتعبني قوي في الحكايه دي، ما تعرفش هيعمل ايه. وساعات ابقى رايح له وانا متوقع انه هينبسط من حاجه انا عملتها فيزعق. ساعات ابقى رايح قلقان من حاجه الاقيها بسطته. زي ايه؟ يو كانت بريدكت.